بصوا بقى، الجو الساقع ده ما ينفعش معاه غير طاجن ام علي سخن ولسه طالع من الفرن، ونحط عليه بقى كوبايه لبن سخنه كده كمان، بيبقى جامد جدا. هقولكوا طريقه سهله قوي تعملوا بيها الطاجن ده وفي وقت سريع جدا. لو تجهزوا لفه ملفيه لو عندكم ملفيه، او يا اما تجيبوا علبه ام علي الجاهزه. انا هنا جبت علبه ام علي الجاهزه، وبعد كده جبت لبن وحطيت عليه السكر، طبعا السكر حسب الرغبه، وقعدت بقى اقلبه كويس قوي. بعد كده بجهز الطاجن بتاعي اللي انا هعمل فيه ام علي، او لو عايزين تعملوه في بايركس اي حاجه. انا هنا استخدمت منتج اللي هو دريم، وطلعته وقسمته على الطاجن الكبير ده والطاجن الصغير اللي جنبه. بصوا، هو بيبقى عباره عن ملفيه مكسر. لو تجيبوا منتج تاني اللي هو الملفيه بس كده مفيش مشكله، بيبقى مثلا قطع على بعض وبتكسروه، اي حاجه اللي انتوا عايزينه هنكسره. وبعد كده اللي عايز يحط عليه مكسرات براحتكم، انا مش بحب المكسرات عليها. وبعد كده زودت عليها اللبن اللي عندي اللي انا محلياه بسكر. لو عندكم كمان فانيليا حطوا كيس فانيليا على اللبن ده، هتدي طعم حلو قوي. بعد كده هنزل كمية اللبن بتاعتي، اللبن كفى طاجن واحد بس، وبعد كده زودت لبن تاني وعملت الطاجن التاني الصغير اللي جنبه. بعد كده بحب احط على الوش قوي، انا مش بحب احط زبده، فحطيت على الوش قشطه بلدي. ممكن كمان تحطوا كريم شانتيه، لو عندكم كيس كريم شانتيه تضربوه كويس قوي، وبعد كده تحطوه على وش ام علي، بيدي برضو وش حلو جدا. انا هنا كان عندي قشطه مجمداها في الفريزر، فاخدت منها قطع كده وحطيتها على وش. طبعا لو القشطه صبحه كمان تبقى احلى بكتير. تدخل الفرن ما بتاخدش وقت، تفتحوا عليها الشوايه وبس كده بقت جاهزه. قوموا بقى اعملوا ام علي واتدفوا وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. يلا باي باي.